السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم أجمعين. من إفلاس أهل السقيفة أنه حين يصل الأمر إلى أصنامهم أبو بكر وعمر، وحين يصبحون في مأزق مباشر يلصقون التهمة بأهل البيت عليهم السلام. جرت مناظرة في قناة صفا حيث تحداهم الشيخ الشيعي بهذا التحدي. لنشاهد. مسلمون يا مسلمات، قسما بالله الآن أشغل الكاميرا وأجيب عائلتي وأعلن تسنني إذا أثبتوا أن النبي طرد علي بن أبي طالب. بعد أقسم بالله وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. يا عم أنت ملعون طبيعي. لعنة الله على كل شيعي في الأرض إلى أن يتوب ويدخل الإسلام مرة أخرى. إيه رأيك بقى؟ أنا بقول لك هذا الكلام. الشيخ الشيعي تحداهم أن يثبتوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله طرد الإمام علي يوم رزية الخميس. فكما تعلمون وقع الاختلاف واللغو وارتفعت الأصوات في محضر رسول الله يوم رزية الخميس. فالشيعي تحداهم أن يثبتوا أن رسول الله طرد الإمام علي عليه السلام. نشاهد الجواب على هذا التحدي من الشيخ الباحث المتخصص في دين الشيعة. أما من تقول مثلا اعطيني دليل على أنه طرد فلانا وفلانا، هذا صحيح البخاري يقول فاختلف أهل البيت واختصموا. أهل البيت من هم أهل البيت عند الشيعة شيخ محمد؟ الآن دققوا جيدا في المصيبة التي ستقع على رؤوس الوهابية. من هم أهل البيت عند الشيعة شيخ محمد؟ تفضل. سؤال. علي والحسن والحسين وخلاص. هم علي وفاطمة والحسن والحسين. يقول فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا ولا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. إذن النبي قال قوموا لمن؟ لأهل البيت ولا لعمر؟ نعم. هذا صحيح البخاري. إذن هذا صحيح البخاري يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البيت قوموا. ما شاء الله، أحسنت، رائع جدا. إذا رسول الله قال قوموا عني لأهل البيت، وأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين. إذا هؤلاء هم من طردهم رسول الله من مجلسه في أواخر أيام حياته الشريفة وقال لهم قوموا عني. جميل جدا. الآن نشاهد ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن الذين طردهم رسول الله لا يدعون ربهم، أي لا يعبدون الله ولا يريدون وجهه. آية أخرى: وما أنا بطارد المؤمنين. إذن كل الأنبياء ومنهم رسول الله لا يطرد المؤمنين، وإذا طردهم سيكون فتطردهم فتكون من الظالمين. إذن رسول الله إذا طرد الذين يريدون وجه الله ويعبدونه بالغداة والعشي سيكون رسول الله من الظالمين. إذن رسول الله لا يطرد أبدا الشخص المؤمن، وإنما الذي لا يريد وجه الله. لماذا طردهم رسول الله؟ لأنهم آذوه. ما هو جزاء من يؤذي رسول الله؟ لنشاهد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهنيئا لكم يا وهابية، الآن أثبتتم للعالم أن أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. أثبتتم للعالم أنهم لا يعبدون الله ولا يريدون وجهه وليسوا بمؤمنين، ولعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لماذا؟ لأنكم قلتم أن رسول الله طردهم. إذن هذا صحيح البخاري يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البيت قوموا. هنيئا لكم يا نواصب، كل يوم أزداد يقينا على أنكم خوارج هذا العصر. سيأتي يوم تكفرون بأهل البيت وتكفرونهم وتلعنونهم بالغداة والعشي، فهنيئا لكم. اليوم أثبتتم للجاهل وللعالم والكبير والصغير أنكم نواصب. أي مشكلة تقعون فيها تلصقونها في أهل البيت عليهم السلام بكل وقاحة وخسة، وكل هذا لكي تحافظوا على كرامة صنمكم الأكبر عمر بن الخطاب وأبو بكر. فأنتم الآن بين خيارين: إما أهل البيت عليهم السلام لا يعبدون الله ولا يريدون وجهه وليسوا بمؤمنين لأنه على حد قولكم طردهم رسول الله، أما إذا قلتم لا حاشا لله أهل البيت مؤمنون، سننتقل إلى الاختيار الثاني، وهو أن رسول الله من الظالمين لأنه طردهم وهم مؤمنون ويريدون وجه الله، فبهذا يكون رسول الله
قد طرد المؤمنين، والله يقول له لا تطرد الذين يدعون ربهم. فما هو اختياركم يا أهل السقيفة؟ هل شاهدتم هذه الورطة؟ إما أهل البيت ليسوا بمؤمنين أو أن رسول الله من الظالمين، وكلاهما مر، فالاختيار لكم. الآن تعالوا معي لنعود إلى هذا الباحث المتخصص في دين الشيعة ونرى كيف دلس وكذب وتلاعب بالحديث. نعيد كلامه. يقول فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا ولا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. إذن النبي قال قوموا لمن؟ لأهل البيت ولا لعمر؟ نعم. هذا صحيح البخاري. إذن هذا صحيح البخاري يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البيت قوموا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هذا الجاهل طرد أهل البيت عليهم السلام أم طرد جده عمر؟ هذا الأعمى البصر والبصيرة ظن أن كلمة أهل البيت الموجودة في الحديث تعنيهم أهل البيت أصحاب الكساء، وهذا جهل منه. لنعد إلى عالمه الكبير ابن حجر يلقمه الحجر ويبين لهم من هم أهل البيت وماذا يعني أهل البيت في هذا الحديث. نشاهد فتح الباري في صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني في الجزء الثامن صفحة 365. عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وآله هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. الحديث يقول فاختلف أهل البيت واختصموا. ماذا فهمتم من كلمة أهل البيت في هذا الحديث؟ هل هم أهل البيت أصحاب الكساء؟ نترك ابن حجر وهو من يبين ذلك. يقول قوله فاختلف أهل البيت أي من كان في البيت من الصحابة، ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. الله أكبر، فعلا ابن حجر ألقمك الحجر يا كذاب يا مدلس. إذن هذا صحيح البخاري يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البيت قوموا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن يلصق التهمة بأهل البيت عليهم السلام. يا جاهل، أهل البيت يعني من كان في البيت بمعنى اللغوي كما قال ابن حجر. شاهد يا جاهل، فاختلف أهل البيت أي من كان في البيت من الصحابة، يعني أهل البيت بمعنى اللغوي من كان في البيت، ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. والأحمق الآخر يقول له هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ماذا نقول لهؤلاء؟ يجهلون ما جاء في كتبهم ويصابون بالعمى. حين نقول لهم أن آية التطهير خاصة بأهل البيت يقولون لا. شاهدوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل أهل البيت في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين؟ يبدو أن كلمة أهل البيت تستخدمونها على حسب المصلحة. إذا أردتم الطعن في أهل البيت تقولون أن رسول الله طرد أهل البيت. إذا أردتم إخراج أهل البيت من الآية تقولون لا، هذه الآية مختصة بالنساء. ما شاء الله، دين أهواء. هذا دين السقيفة، فهنيئا لكم يا وهابية بهذا الدين. الآن بعدما تبين لكم بكل وضوح تدليس وجهل هذا الباحث المتخصص في دين الشيعة، تعالوا معي لنرى هؤلاء الذين طردهم رسول الله من مجلسه وقال لهم قوموا عني. صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وآله قال رزية يوم الخميس كانت في أواخر أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. لن أدخل في التفاصيل لأن رزية الخميس تحتاج إلى حلقات وبحث مفصل، فكلها فضائح وكفريات. نكمل. قال وفي البيت رجال، إذا كان عند رسول الله رجال، ورسول الله في هذه الحالة لا يدخل عليه ويكون معه إلا علية القوم، ومن بين علية القوم كان معهم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. هنا عندنا اسم من أسماء علية القوم، أنه السيد المحترم عمر بن الخطاب. وكما تعلمون أنه إذا وجد عمر بالقطع واليقين موجود السيد المحترم أبو بكر صاحبه.
لأنهم دائما يقولون الجملة الشهيرة: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، طرت أنا وأبو بكر وعمر. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، صعدت أنا وأبو بكر وعمر، أكلت أنا وأبو بكر وعمر. إذن عمر كان موجود يوم رزية الخميس، ولكن سؤال: ألم يكن عمر في جيش أسامة؟ ماذا يفعل عمر عند رسول الله؟ إن شاء الله رزية الخميس ستأتي بالتفصيل. الآن قد يقول قائل: لا، أبو بكر لم يكن موجود. سأقول: لا يهم، المهم عندي أن عمر موجود. جميل، نكمل. قال: هلم أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده. يا الله على هذا الكتاب، كتاب يمنع من الضلال. هل يوجد مخلوق على وجه الأرض يرفض هذا الكتاب؟ ومن سيكتبه؟ سيد الكائنات الذي لا ينطق عن الهوى. هل يوجد إنسان يرفض هذا الكتاب؟ نعم يوجد. نكمل. قال عمر: إن نبي الله غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. قال أن النبي غلبه الوجع فحسبنا كتاب الله. ما شاء الله. قلت لكم لا أريد الخوض في تفاصيل هذا الحديث، سأتركه في حلقات مستقلة إن شاء الله. نكمل. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده. إذن هناك من كان يقول: قربوا لرسول الله يكتب لكم هذا الكتاب، وهناك من كان يعارض قول عمر. إذن هناك من كان يرى أن رسول الله لم يغلبه الوجع كما قال عمر، بل كانوا يرون رسول الله قادر على كتاب هذا الكتاب الذي سينجيهم من الضلال. نكمل. ومنهم من يقول ما قال عمر، ومنهم من يقول ما قال عمر. إذن ليس عمر الوحيد الذي كان يقول هذا الكلام، بل أكثر من واحد. نكمل. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي قال: قوموا عني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا عني. من هم هؤلاء الذين طردهم رسول الله من مجلسه؟ أول شخص تم طرده مباشرة وعلى وجه خاص هو عمر. لماذا؟ لأنه هو السبب في هذا اللغط والاختلاف. شاهدوا هذا المصدر: مسند أبي يعلى المويسلي، جزء الثالث، صفحة 393، عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي بصحيفة عند موته يكتب فيها كتابا لأمته قال: لا يضلون ولا يضلون. فكان في البيت لغط، فتكلم عمر بن الخطاب فرفضه النبي صلى الله عليه وآله. رجاله رجال الصحيح. إذن عمر ومن كان مع عمر طردهم رسول الله في آخر أيام حياته، فكيف تتبعون من طرده رسول الله؟ ومن يطرده رسول الله يطرده الله من رحمته. والله سبحانه وتعالى قال عن نبيه كما بينت من قبل، يقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن عمر والصحابة الذين كانوا مع عمر لا يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا يريدون وجهه، بل وليسوا بمؤمنين. وما أنا بطارد المؤمنين. فعل عمر هذا هل آذى رسول الله؟ أكيد. رسول الله طلب شيء وهم قالوا عنه غلبه الوجع، ويهجر في أحاديث أخرى، وأيضا عصوا أمر رسول الله. فما هو جزاء عمر والصحابة الذين أيدوه؟ لنشاهد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن عمر ومن كان يؤيد عمر ملعون في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هل شاهدتم الآن كيف انقلبت الطاولة على رؤوسكم يا وهابية؟ أردتم الطعن في أهل البيت فأخزاكم الله. إذن هذا صحيح البخاري يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل البيت: قوموا. فخصمكم رسول الله وأهل بيته يوم القيامة إن شاء الله. أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يطردهم رسول الله؟ ألا تستحوا؟ رسول الله يطرد بضعته فاطمة عليه السلام والحسن والحسين وأخيه علي عليه السلام. حتى إبليس لم يخطر في باله هذا القول، لأن دينكم دين شيطاني. حتى الشيطان كان يفر من عمر، لا يستطيع الشيطان على عمر، لأن عمر تفوق على الشيطان في كل شيء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني من الأمور التي اختلفوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند موته قبل الموت قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا.
لما خلاص عايز يكتب وصيته مع ان الوصيه موجوده، لكن يريد ان يكتب الوصيه ويشهد عليها الصحابه جميعا. نعم. حتى يعمل بها. ولو اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاختلاف كان ايه؟ ما هو يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ انا اقول لحضرتك، سيدنا عمر ومن معه قالوا يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله. يعني هو اجتهد وقال حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. نعم. ما تتعبش نفسك. يعني مش عايز يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ الصحابه قال لا، لابد ان نطيع الله ورسوله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. اتوه بكتاب، خلوه يكتب. نعم. خلوه يعرف الامه. صحيح. خلوه يبين للامه حتى لا نختلف مين اللي بعد مين خليفه من بعده، ثم من ثم من ثم من. كان هيوضح كل الامور. أكيد. كان هيوصي بوصايا معينه. صحيح. موجوده. كان هيوصي باهل بيته الكرام، كان هيوصي ببعض الصحابه، كان هيوصي، كان هيقول كلام كتير رائع، كلام كان هيمنع الخلاف في الامه الاسلاميه. نعم. لكن شاءت اراده الله سبحانه وتعالى، اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى ان سيدنا عمر قال ان الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابه كان، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال اخرجوا عني. اخرجوا يعني اطلعوا بره، ما ينفعش. ما ينفعش اختلاف قدام النبي. حضرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. ما ينفعش نختلف عند الحبيب محمد. ما ينفعش الرسول يقول ائتوني بكتاب واحنا نقول لا. طب ده معلش، ده مشفقين عليه. ما فيش حاجة اسمه مشفقين. نعم. فهذا اختلاف دار بين الصحابة. ورفع الأصوات في حضرة المصطفى، رفعوا الأصوات. ده ذكر يعني. الله يفتح عليك. رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ارتفعت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا عني. ما ينفعش اختلاف. صحيح. لأن الاختلاف سيأتي بالشياطين. أكيد. ولا يمكن يكون عند النبي شياطين. ليس عنده إلا ملائكة. إذا كان جبريل جاي يستأذنه وملك الموت جاي يستأذنه وجايين يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وجايين ينعوه ويودعوه وجايين يتكلموا مع الحبيب محمد، وبعدين إحنا يا بشر نختلف أمام سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. ما ينفعش. فده نموذج حي من اختلاف. في موقف دقيق جدا. ده يعني موقف، هو موقف يعني بعده إما تتم السعادة أو الشقاء. صحيح. وهو كان عدم بسبب، ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عباس بقى حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقعد بعدها يقعد يعيط ويقول يوم الخميس رزية الخميس وما رزية الخميس، وعيط رضي الله عنه. ويقول إيه؟ قال رسول الله، ويحكي القصة كل شوية يذكر بيها الصحابة ان انتوا اخطأتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول لك يا اخي ما تقولش كده على الصحابة. اقول له يا اخي وانا ده انا لا, بقول لا يتقول عليهم، هو بيذكر واقعة حدثت. ده لابد ابن عباس ان يذكر، ولا بد لحسن ان يذكر، والاستاذ هاشم يذكر، كلنا نذكر. لان تاريخ، ولا بد ان احنا نعلم ان احنا قصرنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين خليني اقول لحضرتك، اللهم صل على محمد وآل محمد.